بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيا صحتكم لاباس؟ خوتي وخواتاتي نتمنىكم إن شاء الله بإذن الله تكونوا في أحسن الأحوال والظروف. وسمحوا لي الصراحة على هذه الغيبة الطويلة، سمحوا لي بزاف بزاف. هذا النهار ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم هذه الحليوه او الهلال صراحه اللي كيجيب مذاق رائع وكيجيب مكونات يعني بسيطه ومقادير صراحه اللي كتكون موجوده في كل البيت، ماشي شي مكلف يعني شي مكلف فيها اولا شي حاجه. صراحه كتجي غزاله وكتحمر الوجه، يمكن لكم تصاوبوها لوليداتكم مع الكوتي ولا كويس ديال اتاي في العشيه ولا في الصباح اولا للضيوف ديالكم. صراحه كتحمر الوجه في هذا البرد. كنتمنى يعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبته خوتي الوصفه وجربها. ما تنساوناش من واحد اللايك والبارطاج وتفعيل الجرس، اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. بسم الله ندوزو للمقادير على بركه الله. عندي هنا واحد القبيص هاد الملحه كما كتشوفوا في القصعه، عندي هنايا 6 ديال البيضات. هاد المقادير اخوتي: الكيلو ديال الدقيق، الكيلو ديال الطحين، الفرص الرطب تكون نوعيه جيده. عندي هنايا 6 البيضات كما كتشوفوا، كاس ديال الزيت بقياس كاس العنبه بعبار كاس العنبه، كاس ديال الزيت. عندي هنايا زلافه ديال سنيده كما كتشوفوا، ما كانش عامره بزاف، اللي ما كيبغيش يحلو بزاف ما يعمرهاش. عندي كيس ديال الفاني كما كتشوفوا، 6 البيضات، قبيصه ديال الملح، كاس ديال الزيت نباتيه، زلافه ديال سنيده، يعني بلا بغيتو تعبروا بالكاس ديال العنبه، 2 كيسان ديال العنبه. هنا عندي واحد الكاس كبير ديال الجنجلان بعد ما حمرته وطحنته، حتى هو كاس العنبه درته هنا في طبيصل. عندي 2 معالق ديال النشا كما كتشوفوا، عندي 2 معالق ديال النشا، عندي ربعه ديال الزبده ديال البواطه ديال ليليا. انا درت هنايا ربعه. هانتوما كما كتشوفوا ديك البواطه الصغيره درتها كامله، كتهز هذيك البواطه الصغيره كتهز ربعه. عندي 3 ديال الاكياس ديال الخميره ديال 8 غرام، عندي 3 ديال الاكياس. هانتوما كما كتشوفوا ديك الجنجلان بعد ما غسلته ونقيته وحمرته واحد شويه في المقله وطحنته في المونينيكس، كان كيجي صراحه كيعطي واحد لوغو زوين لهذا الهلال هذا، وكيجي مذاق ولا اروع. هنايا عندي للتزيين عندي كاوكاو ايفيلي، كاوكاو كونكاسي عفوا ماشي ايفيلي، كاوكاو كونكاسي. عندي بطبيعه الحال راه كيكون كيتباع واجد هكا في المحلات، اولا شدوا كاوكاو وهرمشوه مثلا، حمروه واحد شويه وهرمشوه شي شويه، راه كيتباع جاهز. هنا 3 ديال الاكياس ديال الخميره د الحلويات كما قلت لكم ديال 8 غرام. صافي كنبدا نخدم ديك المكونات كامله، صراحه مكونات اللي بسيطه وسهله وكيجي المذاق ديالو واحد لوغو كيعطيه ديك الجنجله. راكم عارفين الجنجلان صراحه ميدم وصحي زويون، كيجي غزال صراحه الله، كيعطيه لوغو زوين وكيجي في المذاق ولا اروع. هنايا عندي هنايا كما قلت لكم كيلو ديال الفرص الرطب الابيض مغربل في الطاسه. ولا مني خوتي راكم عارفين النوعيه ديال الدقيق كتختلف بعد شي مره، تقدوا تنقصوا نتوما شويه ديال الطحين على هذا الطحين اللي درت انا على هذا الكيلو، تقدوا تزيدوا الدقيق. المهم كتحطوا الدقيق وكديروا عينكم ميزانكم اخوتي باش ما نبقاش نحكمكم. شي مره راكم ديروا كيلو ديال الطحين وتجيكم العجينه خفيفه هكا شويه، عاد تزيدوا واحد نص كاس ديال الطحين او 2 معالق على حسب. هي العجينه ديالو صراحه ما كتخدمش قاصحه، ما كتجيش قاصحه، كتكون شويه رطبه باش ما يجيناش يعني يابس بزاف. هو صراحه راه كيجي في الماكله ديالو مقرمل وكيجي بنين اخوتي ودغيا كيوجد، راه ساهل بسرعه توجدوه. كنتمنى تجربوه ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم على اللي كيسول فيا ولا اللي يعني فين غبرتي تعطلتي علينا ما لحتيت لينا حتى شي فيديو، سمحوا لي بزاف بزاف صراحه الله. هي كانت واحد السيمانه هكا ما كانش عندي الويفي وسميتو وكنت كنعكز، هادشي علاش كاينه خوتي العزاز، راكم عارفين مع هاد البرد القاصح بزاف، هادشي خوتي كنعكزو باش نوضو نسجلو فيديوهات، هادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف اخوتي العزاز، والله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان الحسنات على كل حاجه كتبتوا ليا، شكرا بزاف. نتوما كما كتشوفوا اخوتي هاد الهلال راه ساهل، كنشد هي الكاس. لا عندكم مرشم ديال الهلال ديروا مرشم، لا ما عندكمش المرشم ديال الهلال شدوا هي الكاس ديال العنبه وكتشدوا واحد بلاستيكه. انا داير واحد البلاستيكه من التحت باش يسهل عليكم ما يلصق لكمش هكايا في الطبله، وكنبقى نطلق بالدلاك واحد السن كما كتشوفوا هانتوما، ما غليظ ما رقيق، راه كلشي واضح حداكم وباين. كنشدوا داك كاوكاو كونكاسي، كندهنوا داك الهيله ديالنا بالبياض، البيض ديروا معاه واحد البيض بيضه وديروا معاه واحد القطيره ديال الخل او قطيره ديال الحليب، صراحه الخل افضل كيحيد ديك الزفره ديال البيض، وكتخلطوه مزيان كدهنوا بشويته ديك الهلال بالبيض وكتغمسوه في هاد كاوكاو كونكاسي بحال هاد الشكل هذا، وكتحطوه في طبيصل هكا اللي غيدخل الفرن.
كيطيب من طبيعه الحال في الفرن، كيطيب من الفوق، كيتحمر واحد شويه وتنفخ ياخذ الحجم ديالو، وكتوليو تهبطوه من التحت يتحمر غير شويه ماشي بزاف. المهم كياخذ داك اللون الذهبي الزوين ديالو. راكم عارفين مساعده بنيتاتي ما شاء الله، الله يخليهم لي ويخلي لكم نتوما وليداتكم. صافي كنعطيهم هكا صراحه دغيا وجدناه، ما استغرقش وقت يعني طويل. شي كيدهن بالبيض وشي كيغمس في كاكاو، شي كيحط في الطبسيل. راكم عارفين الا كان عندكم وليدات خليهم يساعدوكم صراحه، منهم كيتعلموا، منهم كتحفزوهم للشغل واللي يصاوبوا الشهيوات حتى هما راسهم. راكم عارفين يعني الوليدات كيبغيو صراحه يخدموا في هاد الحليوات بحال هكا اولا كيك اولا شي حاجه. بطبيعه الحال نخليوهم يساعدونا. تبارك الله البنيتات راكم كبيرين ماشي صغيورين. عندي زعما جويريه تبارك الله راه 18 سنه، واسماء راها 14 سنه ماشي دراري صغار زعما. الله يخلي لكم نتوما وليداتكم ويخليكم معز عليكم. صافي كنستمر اخوتي هكا كما كتشوفوا، كندهن بالبياض البيض وكان نحطوه في داك الكاوكاو كنكاسي كما قلت لكم، وكتدخلوه للفران. الصراحه كيجي في المذاق ولا اروع. عرفتوا ولا جربتوها اخوتي وبهذه الطريقه هذه ودرتوا له داك الكويس ديال الجنجلان اختياريه. لما بغيتوش ديروا جنجلان عوضوه بكاوكاو او الفول السوداني، حتى هو حمروه وطحنوه كيعطي صراحه لوغو زوين. واللي كيدخل فيه اللوز كل واحد صراحه على قد استطاعته. صافي كنستمر هكا. انا دايره واحد البلاستيك اخوتي، نتوما كتشوفوا العجينه رطبه ماشي قاصحه هكا. كنستمر بنفس الطريقه، كنطلق بالدله كتجيني صراحه هكا سهله وما كتشققليش العجينه. ملي كتكون العجينه كتدلك بالدلاك بلا ما ديروا البلاستيك كتبقى تشقق لكم، اولا معك تكون خفيفه شويه كتبقى تلصق لكم في الدلاك. انتما تبارك الله كلشي واضح وكتجي ساهله. ايه هو الصراحه شنو بنادم خصو كيجي شنو كما كنقول لكم انا دائما كنقول لكم صعيب هي البدو. الحاجه ملي كتبدا فيها اول مره كتجي صعيبه، ولا ملي كتستمري في الحاجه راها كتجي سهله ودغيا كتوجد. هي خص بنادم يحيد عليه العجز وينوض صاوب واحد الحاجه اللي يفرح بها وليداته ويفرح بها الاسره ديالو وعائلته لما لا، ويقدمها الصراحه للوليدات مع كويس ديال اتاي في العشيه الكوتي. مع دابا راكم عارفين البرد صراحه كيبغي الماكله وكيبغي الشهيوات. حنا يا خوتي راكم عارفين كنعكسوا في هذا البرد صراحه نوضوا للكوزينه ونديروا يدينا في الماء بارد. ايمفا كنشعلوا الروبيني ايمفا كيسخن الماء. بنادم خصو يحيد عليه العجز وصافي. صافي هو هذا الشكل ديالنا خوتي كيجي على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم غندخلو انا درت هذاك الكاغيط اللي عنده الكاغيط يديروا ديال الطبخ، اللي ما عندوش يستعمل منه الطبسيل يدهنو بزويته بطبيعه الحال ويحط فيه ويدخلوا الفرن. كنطيبوا انا عندي فران كما كنقول لكم فران الغاز ديال البوطه، كنخشيه من الفوق. الفران راه عندي شاعله دابا حاليا كتسخن، كتخشيه من الفوق كتعليه من الفوق وشويه ملي كيتحمر كتشوفوه من التحت كتهبطوه عاوتاني الجهه التحتانيه ديال الفران كياخذ داك اللون الذهبي صافي وكتخرجوه. ها نتوما تبارك الله كي كيتحمر وكياخذ داك اللوين وكيطيب داك كوكا وكيجي فيه داك لوغو ما شاء الله عليه. كنتمنى تجربوه، واللي جربوه وعجبوه خليها لي في التعاليق، وما تبخلوش عليا بلي لايك اخوتي ديالكم البارطاج للفيديو. الله يسهل عليكم فضلا منكم وليس امرا، وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى التالي. اولا علاش قديتو الصراحه اللي عنده الويفي تعاون معنا لما لا يخلي الفيديو مطلق. لا ما عجبكمش الصويت خليو الفيديو مطلق وسيروا قضيو في شغالكم. بغيتو تشوفوا المقادير ديال الحلوه بالصحه والراحه وتجربوها لوليداتكم بالصحه والعافيه. راه كيجي خوتي مقرمل كما كتشوفوا، كيجي مقرمل كيذوب في الفم، كيجي هشيش ما كيجيش قاصح، كيجي فتي. وداك المذاق ديال الجنجلان كيجي فيه خطير جدا وكيتخلط مع كيتواتى مع المذاق ديال الكاوكاو. كتاخذوا لوغو يعني هكا وهكا كيجي صراحه مذاقه ولا اروع. كنتمنى يعجبكم خوتي العزاز. عندي لكم ان شاء الله في الطبق ديال التقديم راه كيحط ما شاء الله كميه هانتوما كما كتشوفوا لا باس بها. هانتوما تبارك الله الكميه اللي حط كيلو ما شاء الله. الطبسيل ديال الطوس عامر خوتي العزاز، وراه والله العظيم لا كلاو منه الوليدات. هانتوما كما كتشوفوا راه شحال د الحبات كيهزوا الوليدات. راك عارفين ملي كيكونوا عندنا وليداتنا راه كيهزوا من الطبسيل. كنتمنى الصراحه يعجبكم، وشكرا لكم بزاف. شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم والبارطاج ولي لايك والتعاليق. شكرا لكم خوتي العزاز، الله يجيبها لكم في ميزان الحسنات
وديما خوتي ما تبخلوش علينا باللايك والبارطاج والضغط على